فبيقول لي هو انا ينفع الجا لربنا سبحانه وتعالى عند الامتحانات، او زي بالبلدي اروح لربنا مصلحه عند الامتحانات، ولا ده هيكون نفاق؟ طب بالراحه، يعني ايه نفاق؟ ببساطه جدا هو اظهار عكس ما يبطن الانسان. يعني انا بوضح لك شيء ولكن ما بداخلي هو شيء تاني. وربنا سبحانه وتعالى في سوره البقره بجماله في تاني صفحه بيوضح صفات المنافقين. بسم الله الرحمن الرحيم: واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. دي كانت من صفات المنافقين. ولكن يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: وإذا استعنت فاستعن بالله، أي الاستعانة كاملة للخالق مش للمخلوق. طب أستعين إزاي؟ طب نسمع الآية الجميلة: واستعينوا بالصبر والصلاة. إذا أنا لما رحت عشان أصلي أنا ما رحتش لربنا مصلحة، هو ده الطبيعي أصلا، إن أنا لما بتضيق بيا الدنيا بروح لله سبحانه وتعالى وبصلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. ولكن يا جماعة ببساطة جدا أجمع العلماء إن لحظة قرب العبد من الله سبحانه وتعالى، أو العبد العاصي من الله سبحانه وتعالى في الشدائد، هي لحظة فتح أبواب السماء. لأن ببساطة الله سبحانه وتعالى في معنى الحديث يقول للقريب لبيك عبدي مرة واحدة، وللبعيد لبيك عبدي لبيك عبدي لبيك عبدي، من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده يا جماعة وانت بتصلي لربنا سبحانه وتعالى بتقول له: يا رب نجحني في امتحان بكرة، حتى لو انت رايح له مصلحة وهو مطلع عليك، ولكن يكفي ان هو شاف ان انت عارف ان مالكش غير ربنا سبحانه وتعالى. واصلا يا جماعة اصلا اللي خلاك تقوم للصلاة في وقت الضيق هو دليل كامل على إيمانك بالله سبحانه وتعالى. دليل أن أنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى بيده مفاتيح كل شيء، هو مالك، وهذا هو الإيمان، هو ده التصديق. وانت في لحظة السجود، في لحظة الضيق والشدة، قل له: يا رب نجحني بكرة في الامتحان وسهلها عليا، ويا رب ارزقني الثبات بعد الامتحان، لأن هي دي لحظة الاستجابة بالظبط. لأن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وفي آخر الآية: أإله مع الله؟ مين المضطر؟ اللي هو ملوش غير ربنا سبحانه وتعالى، اللي لفته ملقاش غير الله سبحانه وتعالى هو الرحيم بيه. أإله مع الله؟ يعني يا جماعة الملك عندي أنا بس، الملك والنصر والكنز كله عندي أنا، مفيش إله غير أنا. حتى الأنبياء لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى في وقت المحن ووقت الشدائد. سيدنا يونس في بطن الحوت في الظلمات الثلاث والأبحار السبع، فيقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فربنا يقول: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فالملائكة تقول: صوت مسموع في بلاد غريب، ولكن الصوت اتسمع. سيدنا إبراهيم يجي يرموه وهو فتى جميل كده في النار عشان آمن بالله سبحانه وتعالى، فسيدنا جبريل ينزل له يقول له: يا إبراهيم ألك حاجة؟ فيقول: حسبي الله ونعم الوكيل. استعانة بالخالق كاملة. سيدنا نوح بعد ما يستيأس من كل البشر فيقول يلجأ إلى الله لأنه ملوش غيره، فيقول: رب إني مغلوب فانتصر. فربنا يقول إيه؟ ففتحنا عليه أبواب السماء بماء منهمر، يجي الفرج على طول. طب سيدنا موسى يجي هو وقوم ويجروا ما يلاقوش غير البحر قدامهم، طب وراهم قوم فرعون. فهم المشاهدات تقول ان احنا إنا لمدركون. هم قالوا إنا لمدركون، احنا اتمسكنا خلاص، يعني احنا اتقفشنا. ولكن كان سيدنا موسى استعان بالله في وقت الضيق والشدة فقال: كلا إنا معي يا ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. حتى على مستوى النبوة كانوا بيلجأوا إلى ربنا سبحانه وتعالى في وقت الضيق. كانوا بيلجأوا إلى ربنا سبحانه وتعالى في وقت الضيق. وربنا يوضح برحمته العظيمة في الحديث، وبعض العلماء قالوا هو ضعيف، ولكن جمال الحديث ربنا سبحانه وتعالى يقول: عبدي أسترك وأنت لا تخشاني، أذكرك وأنت تنساني، أستحي منك وأنت لا تستحي مني، عبدي من أعظم مني جودا، من ذا الذي يترك بابي ولم أفتح له، من ذا الذي يسألني فلم أعطيه، أبخيل أنا ليبخل علي عبدي. قربوا لربنا سبحانه وتعالى في وقت الضيق وفي وقت الرخاء وفي وقت الشدة، لأن يا جماعة ببساطة إحنا ملناش غير ربنا سبحانه وتعالى. واحد كان قاعد مع العلماء فوقفوا عند الآية ففروا إلى الله، فأقول ببساطة يعني إزاي أفر من الله؟ يعني فيقول: ففروا إلى الله، زي أهرب وأروح لربنا سبحانه وتعالى. فقال ببساطة إن الإنسان لما بيخاف من شيء بيفر منه، إلا الله سبحانه وتعالى لما بتفر من الله سبحانه وتعالى بتروح له، لأن هو أصلا الخوف من الله سبحانه وتعالى حب. فعشان كده أحبابنا الكرام، وانت في الصلاة في لحظة فتح أبواب السماء وانت رايح له مصلحة وتقول له: يا رب نجحني في امتحان الدنيا أو امتحان المدرسة أو امتحان الجامعة،
وانت متأكد ان هو هيتقبل الدعوة، قول له يا رب نجحني في امتحان الدنيا وامتحان الآخرة، عشان هو فعلا هيستجيب. وقول له يا رب ثبتني بعد الامتحانات، وارزقني الصلاة وارزقني القرب منك. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.